عبد السلام النابلسي على قد ما ضحكنا ودخل البهجة في نفوسنا، إلا إن حياته تختلف تماما. كان جد جدا في حياته، ولما بياخد قرار كان بينفذه. عشان كده كانت حياته فيها محطات، فيها مآسي كتير. أولها لما عق والده وخرج عن طوعه وترك الأزهر اللي بعته يدرس فيه عشان هو يشتغل في الصحافة. ولما فكر إنه يهرب أمواله بره مصر عشان يتهرب من الضرايب اللي فرضت عليه مبلغ كبير مقدرش يدفعه، بس لما لم الفلوس مفكرش إنه يهربها بطريقة سهلة. كانت فكرة متخطرش على بال حد غير عبد السلام النابلسي. كان سهران في ليلة مع نجاح سلام وجوزها، اللي قال له: عبد السلام انت مالكش قعد في مصر، هيتحجز على اموالك وتتبهدل. قال لهم: هسافر معاك. وهسافروا امتى؟ قالوا: الاسبوع الجاي. جاب عبد السلام دبدوب وفضاه من القطن اللي فيه وحط فيه الفلوس بتاعته اللي كانت ساعتها 70,000 جنيه، مبلغ كبير جدا في الوقت ده. وفي المطار ادى البنت من بنات نجاح سلام الدبدوب هدية، والبنت ما تعرفش هو ايه في ايه لغاية ما وصلوا المطار. وفي المطار خطف الدبدوب من البنت وجري، ونجاح وولادها مذهولين والبنت بتعيط. حتى عبد السلام النابلسي فلوسه كلها في بنك انترا في بيروت، واتجوز جانيت رغم رفض أهلها للجوازة دي بسبب اختلاف الديانة، لأن هو كان مسلم وهي مسيحية، وبسبب فرق السن الكبير لأن هي كان عندها 18 سنة وهو عنده 60 سنة. ولما أهلها عرفوا مكانها جم أخدوها ورفعوا عليه قضية طلاق. يسكت عبد السلام؟ طبعا ما يسكتش. قام متفق مع ناس إن هم يخطفوا مراته من بيت أهلها، وبعد أهلها ما يأسوا إن هم يفرقوهم من بعض اتنازلوا عن قضية الطلاق وسابوهم يعيشوا مع بعض. ولما بدأت الدنيا تروق وتحلى من حواليه، حظه العسر كان وراه بنك انترا اللي فيه فلوسه عبد السلام ضرب تفليسة، والمودعين خسروا أموالهم كلها وبيشدوا في شعرهم، ومن ضمنهم عبد السلام النابلسي. كانت صدمة عمره فعلا لما يبقى 66 سنة يخسر كل أمواله، وصحته كمان تعبانة، مصاب بالقلب ومخبي على الناس عشان خاطر المنتجين يشغلوه. فقير فليس، لا خدم ولا حشم ولا طيارات ولا بيكنيك ولا سيربريز بارتي. أنا فقير، أرجوكم اسندوني، أنا لازم يغمى علي. دخل عبد السلام النابلسي المستشفى وقعد فيها 40 يوم بيتعالج، ولما جه يخرج قال له عايز المصاريف العلاج. ملقاش قدامه حد يلجأ له غير صديق عمره فريد الأطرش. حتى فريد الأطرش كان عليه ديون وكان ظروفه المادية سيئة جدا، ولكنه ما تخلاش عن عبد السلام النابلسي وجمع فلوس من الناس، وبدل ما يسد ديونه دفع لعبد السلام فلوس المستشفى. خرج من المستشفى واشتغل فيلم مع صباح وفريد شوقي اسمه رحلة السعادة، وهي كان فعلا نهاية الرحلة بتاعت عبد السلام النابلسي، لأنه رجع تعبان جدا وكان في الرحلة ديت بيتألم. وصباح تقول له نبلغ الناس، قال لها لأ، أحسن يمنعوني من التمثيل وانت عارفة ظروفي. خلص الفيلم وكان مريض جدا ورجع لزوجته وحالته كانت سيئة. فاضت روحه وهو في عربية الإسعاف قبل ما يوصل المستشفى، وهو ماسك إيد مراته وحبيبته. فرجها من عندك يا كريم، ابسطها يا طاهر. كفاية، ما تبسطهاش أكتر من. رحم الله عبد السلام النابلسي اللي كان موصي صباح لو جراله حاجة وهم بيمثلوا الفيلم يبقى يسلموا جثته لزوجته. ربنا أراد إنه يرجع ويشوفها ويختم حياته بنظرة أخيرة ليها حتى يلتقوا في العالم الآخر.